رسالة جات لي من دكتور بلدياتي من المنصورة بيقول فيها: حبيت أبعت لك حاجة حلوة من اللي عندنا في كوكب المنصورة الشقيق. والحقيقة لأن الرسالة مليانة بالأمل والأحلام الجميلة اللي قدروا يخلوها واقع، حبيت إنكم تفرحوا معانا. بيقول: هو احنا ليه فرحانين بالرنين المغناطيسي في مستشفى الأطفال؟ علشان نجاوب يبقى لازم نحكي الحكاية من بدايتها. من أول ما تولى الدكتور أحمد الرفاعي إدارة المستشفى، كان من أهم الأهداف اللي قدامه إنه لازم يوفر جهاز الرنين المغناطيسي. فعلى طول فكرنا إزاي نقدر نجمع على الأقل من 6 ل10 مليون جنيه وفي وقت صغير جدا، وده أكيد بالنسبة لنا حلم صعب. كلمنا الجمعيات والأندية والفنانين والرياضيين، وكنا على استعداد نخبط على كل باب. في الوقت نفسه كان الدكتور أحمد بيسعى بكل طاقته، وقدر فعلا يلاقي المبلغ كله، ومن جهة واحدة فقط، ومش جهة خاصة إنما جهة حكومية. وزارة التعاون الدولي وافقت إنها تدفع ثمن الجهاز، وأخيرا اتحقق الحلم، والجهاز وصل في الوقت المناسب قبل ما سعره يتضاعف بسبب أزمة الدولار. وكان ساعتها بقى تحقيق الحلم هيبقى مستحيل. طب ليه السعي ده كله والفلوس والأحلام؟ وإيه أهمية الجهاز؟ أولاً بالجهاز هنقدر نوفر على أي أب تمن الأشعة، واللي تمنها ما يقلش عن 400 جنيه، في الوقت اللي الأب ممكن ما يكونش معاه غير يدوب تمن المواصلات. الدكتور بيبقى واقف في حيرة قدام عجز الأسرة وحالة الطفل ده، غير إن حتى إذا توفرت الفلوس فهيكون صعب على الطفل إنه يتنقل لأقرب مستشفى فيها الجهاز ويستنى دوره بالساعات، أو نضطر إن الطفل يعمل أشعة مقطعية، ودي مش بنفس دقة الرنين. وكمان الطفل ما ينفعش يتعرض لها أكتر من مرة، وإلا صحته هتتعب. عرفتوا ليه بقى احنا فرحانين بجهاز الرنين؟ وإن أخيرا تم افتتاح الحلم وبدأنا خطوة جديدة لتقديم خدمة متميزة. علشان كده لازم يكون أهالي المنصورة فخورين ومطمنين على أولادهم، واوعوا تبطلوا تحلموا. مهما كان الطريق صعب ممكن يتحقق بالسعي والاجتهاد وعدم اليأس، زي ما حصل مع مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة. وعلشان كل ده يبقى لازم نقول: تحيا مصر. مش